كنت عملت فيديو قبل كده عن فروقات خامات تيشيرتات الكوره اللي موجوده في مصر والمحلات والاسعار الكتيره اللي موجوده في مصر اللي ممكن ناس كتيره قوي ما تكونش عارفه تروح فين ولا تيجي منين. فانت بعد الفيديو ده المفروض تكون عارف عايز تجيب ايه وتروح فين والمين، عشان هنا في الفيديو ده هقول لك الفروقات ما بين المحلات، ومش بس كده رشح لك كمان محلات. وقبل ما نبدا الفيديو فالاسماء كلها اللي هتتقال في الفيديو ده هي من تجربتي الشخصيه، والفيديو ده مش تقليل لحد خالص، ولكن كل اسم او محل هيتقال في الفيديو ده بيستهدف طبقه معينه من الناس وخامات معينه وفلوس معينه. فهرشح لك محلات في كل الفئات. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدا الفيديو. وكالعاده ما تنساش السبسكرايب واللايك والحاجات دي. في مصر ممكن نقول ان في 3 فئات سعريه او 3 انواع خامات موجودين، وهنا مش هنتكلم عن الاوريجينال اللي جوه اديداس ونايك خالص، وهنبدا من تحت لفوق، وهي التيشيرتات الشعبي. التيشيرتات الشعبي دي نوع تيشيرتات بيبقى متقلد بطريقه مش حلوه خالص، وبتوصل لدرجات ان اللوجوهات والشعارات اللي على التيشيرت بتبقى مجرد الوان على التيشيرت، مش بادج او لوجو مطبوع او متخيط. ودي مش هطول فيها خالص عشان ما انصحش بيها اي حد خالص، عشان بيبقى شكل مش حلو خالص وخامات رديئه جدا وسيئه جدا، ولبستين 3 وهتلاقي الخامه باظت خالص والتيشيرت اتبهدلت. فمهما كانت الاسعار غاليه او الظروف واقعه ونفسك في تيشيرت كوره ما تجيبهاش. تاني فئه ودي اللي نبتدي نتكلم عليها، ودي الفئه اللي بتبتدي من 125 جنيه ل 175 180 جنيه. الدولار بيغلى ومحدش عارف الاسعار هتبقى عامله ازاي. في الفئه دي بتبتدي تاخد خامات مقبوله انك تلبسها، وانت حتى تعرف تلبسها وتبقى مبسوط وانت لابسها. مش هضحك عليك واقول لك ان هي اعلى خامات في الدنيا، ولكن بتاخد تيشيرت كوره كويس بسعر كويس بخامه كويسه. وهنا في الفئه دي ما اقدرش ارشح لك محلات اقوى من عمالقه الفئه دي، وهم كيرفا وافريكا ستور. ولو انت معكش فلوس اكتر من كده وعايز تجيب تيشيرت في الثمن ده ما تفكرش غير فيهم. المحلات دي بتديك تيشيرتات عالميه وتيشيرتات ساعات من تصاميم الجماهير، وبالاسعار اللي انا قلت لك عليها دي اللي ما بتجيبش حاجه قوي دلوقتي مع غلو الدولار والكلام ده. الفئه الثالثه او الثالثه والرابعه اللي هي من 275 جنيه لحد 400 او 450 جنيه. انت في الفئه دي ما بتخسرش اي حاجه، ما بتخسرش كواليتي، ما بتخسرش تفاصيل، ما بتخسرش اي حاجه. عايز تقول عليها ميرور اوريجينال، عايز تقول عليها اوريجينال، عايز تقول في هاي كوبي، عايز تقول ايا كان، ولكن هي نسخه طبق الاصل من اللي بتتباع في نايك واديداس، بالخامه العاليه جدا بكل تفاصيلها. والاماكن اللي هقول عليها كمان شويه بتوفر لك حتى الفونت الرسمي بتاع الفريق. فانت بتبقى لابس تيشيرت من اديداس ونايك عادي جدا ولكن ب 300 او 400 جنيه. دي الفئه اللي نصحت بيها كتير جدا في فيديوهات كتيره جدا قبل كده، واللي انا من وجهه نظري مهما كنت لعيب وقد ايه بلعب كوره مش محتاج البس تيشيرت ب 1000 ونص ولا 2000 جنيه، ولكن في نفس الوقت محتاج حاجه تكون خامات عاليه جدا وتفاصيل دقيقه جدا للتيشيرت. فهروح للفئه دي من غير كلام. ليه قلت الفئه الثالثه والرابعه؟ عشان المحلات اللي هقولها دلوقتي هتوفر لك نسختين من التيشيرتات، والفرق ما بين نسختين اللعيبه وجماهير هنعمل عليها فيديو قريب، فخليك متابع واعمل سبسكرايب للقناه عشان ما يفوتكش حاجه. ومش بس كده، فاللي انا هقولهم دول كمان بيقدموا لك تيشيرتات تدريب وتيشيرتات ما قبل المباراه وجاكيتات الفرق وكوارتر زيبرز وتريننج كامل وكل حاجه ليها علاقه بالكوره، وبخامات عاليه جدا واسعار مناسبه جدا وعمرك ما هتندم. وكمان هتلاقي عندهم مجموعه كبيره جدا من التيشيرتات الكلاسيك وتيشيرتات عاديه تتدرب بيها اديداس ونايك وبنطلونات وشورتات وكل حاجه. والاماكن اللي هرشحها لك في الفئه دي وهي لو عايز حاجه في السريع كده وتخش وتدور وتشوف وتطلب وتجيلك لحد البيت، فورزا ستور على طول. وفورزا مش عشان راعي القناه، ولكن فورزا واحد من اكبر البيجات اللي على الفيسبوك اللي عندها متابعين، وهتلاقي عنده تيشيرتات قويه جدا، التيشيرت الاولى للفريق والثانيه والثالثه، والتيشيرتات اللي قبل الماتش وتيشيرتات التدريب وكل التيشيرتات اللي تخص الفريق ده. وكمان فورزا بيقدم لك ان انت ممكن تشجع فريقك بتيشيرتات قطن عليها تصاميم مختلفه مش هتلاقيها عند اي حد، وتصاميم تيشيرتات قطن زي اللي اللعيبه بتلبسها لما تكسب بطوله او لما تكسب كاس عالم او ايا كان. اروح فين بقى لو انا بحب اخش وادور وامسك التيشيرت واقيس واجرب والكلام ده كله؟ في الحته دي هرشح لك 2 وهم جروبنا ستور والناظر. الاثنين محلات كبيره جدا وعندهم كذا فرع، وعندهم تنوع في التيشيرتات اللي عندهم بطريقه غريبه، وعندهم انواع واشكال جزم كوره وجزم راننج بخامات عاليه جدا مش هتلاقيها عند حد. والناظر كمان عنده تشكيله كبيره جدا من التيشيرتات الكلاسيك اللي بيتميز بيها جدا. وكمان لو انت بتحب الباسكت فالناظر عنده كولكشن كبيره جدا من تيشيرتات الباسكت. فانت من الاخر هتروح المحلين تمسك التيشيرتات كده وتقيس وتعمل كل اللي انت عايزه وهتطلع مبسوط وهتطلع مشتري حاجه. ودي كانت تقسيمه الفئات في مصر وترشيحاتي للمحلات اللي انت تروح تشتري منها. ولو في محل انا ما قلتوش او ما جربتوش وانت جربته وعجبك اكتب لنا تحت في الكومنتات، احب ان احنا نشارك مع بعض تجربتنا. شكرا انك شفت الفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان في فيديوهات من النوع ده كتير جايه. اشوفك الفيديو الجاي.
سلام.